السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ مين بقى ما بيحبش الطحال؟ اللي ما يحبش الطحال يجيني ويقول لي مفيش احلى من كده ولا اجمل من كده. والله حاجة جميلة، حاجة مغذية. اول حاجة هو مغذي ومفيد. فالطحال ده يا جماعة زي يعني مفيد زي الكبدة كده بالظبط. اهم حاجة ان انت لما تجيبيه ما يبقاش فيه خدش، علشان ما لما تسلقيه ما ينزلش الدم اللي فيه في المية. بسم الله ما شاء الله. انا مسكته بقى غسلته كده وخليته زي الفل، وسلقته زي ما بنسلق كده اللحم. حطيت له بصلايه وقطايه وجزرايه وورق لوري، ونحط له بقى فلفل اسمر، ونحط له شويه حبه هم مطحونين، ونظبطه بقى كده ونسيبه بقى يستوي. الطحال ده يا جماعه بقى ده جميل جميل تحفه ومغذي ومفيد، يعني بسم الله ما شاء الله. احنا لما بنجيبه كلنا في البيت بنحبه. اول حاجه يا حبايبي هو كده بسم الله ما شاء الله السلق، هو ما بياخدش وقت. اهم حاجه لما تجيبيه ما يبقاش مخدوش من الجنب، عشان الدم بتاعه ما ينزلش وانت وهو بيتسلق. مسكته بقى بعد ما السلق كده شطفته، واهم حاجه ان احنا بنقشره كده ونشيل الورقه الخفيفه، يعني الغلاف الخفيف اللي عليه كده، الطبقه الخفيفه اللي احنا بنقشرها دي. بسم الله ما شاء الله كان تحفه تحفه وجميل. وطبعا بقى العيد الكبير جاي، وكل سنه وانتم طيبين. واللي يذبح بقى واللي عنده بقى حاجه المذبح والحاجات دي، فكلنا بقى بنحب حلويات العيد. بسم الله ما شاء الله، كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي، وعود عليكم الايام بخير. اول حاجه بقى انا مسكته كده، عملت بقى بيضه كده. انا هتبله بقى زي البانيه بالظبط، يعني انا بسلقه وبعمله زي البانيه. انت برضو بتحبي تحمريه بسمنه وتحط عليه فلفل اسمر وشعره ملح، بيبقى برضو جميل. بس انا عندي في البيت بتبله ببيضه، شويه ملح وشويه فلفل اسمر وبصلايه بشرها، وبمسكه بقى بعد ما قشرته كده وشطفته وخليته زي الفل، بقطعه بقى كده طرنشات. اللهم صل على النبي. بحطه بقى في التتبيله اللي هي البصلايه وفلفل اسمر وملح، واضرب البصلايه واهم حاجه البصلايه تتضرب كويس في الكبه تبقى ناعم. واسيبه بقى ياخد له كده يجي ساعه نص ساعه كده في التتبيله بتاعته. وبسم الله ما شاء الله اغطيه بقى واسيبه شويه كده في التتبيله. وبعد كده بقى امسكه بقى اعمله بقى يعني اغلفه بالبقسماط بقى كله. انا ما بحطوش بقى تاني البيض هو محطوط مع البصل عشان ما يرغيش ويبهدل الدنيا. انا لما حتى البانيه لما باجي اتبله بحط البيضه مع البصلايه برضه، علشان الواحد يعرف يقلي الحاجه وما ترغيش في الطاسه وتبهدل الدنيا مع الزيت. مسكته بقى كده كله، غلفته كده في البقسماط. اللهم صل على النبي. كان جميل جميل جميل، بألف هنا وشفا لكل اللي خد. انا غلفته بقى كله كده بالبقسماط، وحطيت بقى شويه زيت حلوين كده في الطاسه وقليته بقى كله. ما بياخدش حاجه. انت برضو الطريقه اللي انت بتحبيها اعمليها، وبطريقته سهلة وبسيطة وحلوة ومغذي. احنا عندنا كلنا بنحبه، بس بنحبه بالطريقة دي. انما المحمر في ناس تحمره وفي ناس بتعمله بالبيض والبقسماط. انا بعمله بالطريقة ديت. انا عندي عيالي بيحبوه بصراحة. بألف هنا وشفا لكل اللي كل. اللهم صل على النبي. طريقته سهلة وجميلة، وطالع زي ما انتوا شايفين كده جميل. بتاكليه كده كأنك بتقطمي زي الكبدة. يعني بيبقى اول حاجه بيبقى مستوي كويس في السليق. تاني حاجه لما بتحمريه بيديله طعم كمان جميل. بالبيض والبقسماط كده بيبقى له طعم تاني جميل بصراحه. وبعدين عملنا بقى جنبيه عملنا شويه مكرونه، وعملنا طبق سلطه جميل كده محترم. وبسم الله ما شاء الله. وده بقى الطحال الجميل اللي طريقته سهله وبسيطه ومغذي ومفيد للصغير وللكبير. وفيديو بتاعنا كده أداة وصفة الطحال يا حبايبي. وما تنسوناش بالاشتراك واللايك وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم.